عايزة أكلة سريعة ومنجزة بنحط كله على بعض وندخل الفرن أو على البوتاجاز على طول، بنقول هي صينية البطاطس. وفي الآخر ريحتها وطعمها بيفتحوا النفس على الحياة مش على الأكل بس. لو جربت الطريقة دي مش هتبطلي تعمليها وهتاكلي صوابعك وراها. بسرعة بسرعة نبدأ، بس قبل ما أبدأ نصلي على النبي. ولو أول مرة تشوفني أنا اسمي ندى، متنساش تشترك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنبتدي بيها هي تتبيلة الفراخ. اول حاجة معانا 5 طماطم متوسطة متقطعين، ومعانا فلفلاية كبيرة متقطعة، ومعانا برضو 5 فصوص توم. لو التوم صغير هنحط 5، لكن لو كبير هنحط 3. ومعانا 2 بصلاية متوسطة متقطعة، نقدر ان احنا نحط بصلاية واحدة كبيرة. توابلنا معانا مرقة، معانا بابريكا، ومعانا ملح وفلفل اسود و7 بهارات. وكل البهارات اللي نفسنا فيها نقدر ان احنا نحطها. وبس كده، نقلب الكلام ده كويس، وبعد كده ننزل بشوية من الزيت. هنقلب بقى الخليط ده كويس قوي لحد لما يتجانس كله مع بعضه وميبقاش فيه اي قطع كبيرة. نبدأ ننزل بنص الخليط اللي عندنا على الفراخ، النص التاني هنحطه على الخضار. طبعا هنفتح الفراخ كده شوية علشان التتبيلة تدخل جوه. او مش محتاجين ان احنا نسيبها كتير. هنقطع 3 بطاطس كبيرة و2 بصلاية صغيرة او متوسطة، طبعا على حسب ذوقكم عايزين البصل يكتر قد ايه. عندنا شوية من الزيت في حلة، معانا ملح فلفل اسود وكمون ومرقة. هنقلب الكلام ده كويس، و3 فصوص ثوم. وبعد كده ننزل بنص التتبيلة اللي كنا عاملينها في الاول. هننزل بالكلام ده كويس ونقلبه برضو كويس قوي. وبعد كده ننزل بالخضار اللي عندنا فلفل متقطع حراق وفلفل عادي، وعندنا البطاطس والبصل اللي كنا مقطعينهم في الاول. عايزين طبعا تحطوا اي حاجة تحتها عادي، جزر، نقدر اي نوع خضار احنا عايزينه. بعد كده بنرص الفراخ اللي عندنا كلها، نرص الموجود عندنا كلها، نحط التتبيلة بقى اللي فضلت دي فوقها برضه. ونكون مجهزين كوباية من صلصة الطماطم او عصير الطماطم يكون فريش يعني. نبدأ ان احنا ننزله، عايزينه بقى تحطوه على النار او تدخلوه الفرن على حسب راحتكم. نحط عليه نص كوباية من المية وتكون المية مغلية. نحطها على البوتاجاز لعند لما تستوي معانا، وبعد كده ناخدها نحطها في الفرن تحت الشواية تاخد لون. بوم! ايه رأيكم في الجمال والحلاوة والطعام؟ مش هتلاقوا احلى من كده. طبعا دي من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص في المطبخ. مش عايزين ندي المطبخ اكتر من وقته، عايزين نخلص كل حاجة بسرعة جدا ونطلع علشان ما نحسش ان احنا قعدنا كتير في المطبخ. وبس كده، وبالهنا والشفا على اللي هيجربها، وقلبي بوسة وبحبكم.